السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. نقول بقى ايه؟ يا هلا يا هلا بالليالي المباركة، والسحور بدأ بقى، والسحور لازم له الفول. هنعمل بقى مع بعض شوية فول، يعني احلى من اللي جاي من بره. بصوا، زبدة ويعني مستوي حلو قوي، وكمان في الحلة العادية، لا حلة ضغط ولا دماسة. معايا هنا نص كيلو من الفول، ده طبعا مغسول ومنقوع، يعني ليلة كاملة ما يقلش عن 12 ساعة، علشان يستوي معاكي بسرعة، وعلشان ايه؟ ما تكونش الحبات بتاعته جامدة في السوا. هجيب بقى حلة، دي حلة عادية خالص، حلة تيفال عادية خالص. هحط بقى فيها الفول، وابدأ بقى اكون مجهزة معايا 3 معالق كبار من الرز و3 معالق كبار من العدس. معايا فصين توم، ومعايا كمان طماطمية مبشورة، ومعايا ليمونة. الليمونة هنعصر نصها ونحط النص التاني سليم زي ما هو، من غير ما نقشره ولا نقطعه ولا حاجة، ولا حتى هنعصره. بعد كده بقى معلقة كبيرة من الكركم، دي بقى اللي بتديله اللون الكهرماني الحلو، ومعلقة كبيرة من الزيت، هتساعد معايا في السوا ومش هتخليه يسود. بعد كده بقى بحط مية تكون مغلية، اهم حاجة المية تكون مغلية، علشان الفول بتاعك ما يجلدش وتلاقي القشرة بتاعته تخينة كده وما بتتهرسش معاكي. وكل ما الفول اللي على البوتاجاز، كل ما الفول يحتاج مية لازم تزوديه مية مغلية. بصوا بقى، بقلبه كده كويس قوي، وبعدين تكون النار عالية. يا دوب كده هياخد غلوتين 3 وبعدين هنهدي عليه. بصوا بقى، الخرم اللي هو في الغطا ده يفضل ان هو يكون موجود، علشان البخار بتاع السوا يطلع منه حاجة في حاجة كده، ما يكونش مكتوم جوه. هنا بقى الفول بياخد معايا غلوتين 3 على نار عالية جدا، يعني نار عادية، ياخد يا دوب غلوتين 3. بعد كده بقى حطيت الشياطة، بوطي النار زي الشمعة، ونقلت بقى الفول عليه، واسيبه لحد ما يستوي خالص. بصوا بقى، بعد ما استوى ده كده استوى، وطفيت عليه وهدي شوية كده وبرد. يعني بصوا، مفيش بعد كده، منتهى الجمال. زي ما قلتلكوا، كل ما يحتاج مية لازم تزودوه مية مغلية. شايفين؟ بصوا بقى، ولا كأنه أجدع بتاع فول، حاجة كده من الآخر. جربوا كده تركة العدس مع الرز، تحفة جدا، وما بيبانش خالص، وطعمه حلو فعلا، واللون بتاعه فاتح كده وحلو ومش مغمق. يعني بصوا، مفيش بعد كده. تعالوا بقى نشوفه كده. بصوا، زبدة، وبيتهرس بسهولة جدا، يعني ما القشر بتاعه حتى، بصوا اتهرس ازاي، ما فيش حاجة كلكعت. منتهى السلاسة، يعني ما فيش بعد كده. ممكن بقى تضربيه في الخلاط لو ما بتحبش اللي هو البذور بتاعته ولا القشر خالص، بيبقى احلى بكتير. بصوا الجمال. لا، هتفرقوه عن اللي جاي من بره مستحيل، يعني طبعا كل اللي هيشوف الفيديو دلوقتي هيقوم يجرب الوصفة على طول. وفي في الحلة العادية خالص، لا من غير فوالة ولا من غير وجع دماغ ولا اي حاجة، وطلع معانا شوية فول زي العسل. بتاخدي بقى كفايتك منه، وبعد كده اي الكمية اللي متبقية بتقسميها على اكياس على قد احتياجك، وتحطيه في الفريزر. كل يوم بالليل بقى كده قبل السحور، بتطلعي كيس بالليل وتسيبيه لحد ما يفك خالص، وبعدين تبدأي تعملي حاجة كده. مفيش بعد كده، تحفة جدا. طبعا ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض وصفات فول كتير جدا، يعني للسحور، وصفات مختلفة. يعني السحور بيغلب ناس كتير قوي، والفول كل يوم عايز يعني تغيير، وعايز تريكات جديدة. يعني ان شاء الله هنعمل كل الحاجات دي مع بعض. بس اهم خطوة عندنا ان احنا يعني فرزنا الفول، طبعا ده يعني اهم حاجة. والفول كمان دلوقتي بقى غالي جدا، يعني لما تعمليه في البيت هيوفر عليكي كتير قوي. بصوا بقى، انا بحب ان انا احط مثلا اي حاجه هخزنها في الفريزر، والف الكيس كده شويه علشان اخرج منه الهواء كله، ما بياخدش مكان في الفريزر خالص. وكمان يعني بيبقى افضل كده، ما يكونش الكيس مكتوم هواء. اهو بصوا، مفيش بعد كده. وطبعا وفر عليكي كتير، يعني نص كيلو فول دلوقتي مثلا عامل بتاع حوالي 17 جنيه، او يعني على حسب المكان. مع شوية الحاجات الموجودة طبعا بتبقى موجودة في البيت، يعني ما بيتكلفش عليكي قوي، بيوفر عليكي جدا. يعني بتقسميه بقى على اكياس كده في الفريزر، ودي كانت الكمية كلها على قد احتياجك، وما تزوديش. انا بقى بشيل الحتت الزيادة دي، يعني علشان الشياكة مش اكتر. بحب اشيكه كده وهو محطوط في الفريزر، يبقى واخد وضعه. دي بقى كانت الكمية اللي انا عملتها كلها. طبعا جربوها التركات اللي احنا عملناها النهارده. الطماطم المبشوره ما حطيناهاش سليمه عشان ما نرميهاش في الاخر.
نص ليمونة بتدي كده لون فاتح للفول مع الزيت. يعني كل الحاجات دي لو جربتيها بجد هيطلع معاكي ناجح من اول مرة. لو ما جربتيش الفول قبل كده جربيه بالطريقة دي، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.